لا ما كاين لا فرج لا عتوك. ملعب محمد الخامس ونفس السيناريو كيتكرر كل مرة، ترقع والتباديل، كل مرة شوية البيطون شوية الخيوطة ويقول لك 20 مليار. أشغال إعادة تهيئة ملعب محمد الخامس متواصلة، ما كاينش شي تفصيل على نوعية الأشغال شنو غيديروا. كل مرة كتبان لنا حاجة جديدة. تم الشروع في إزالة الكراسي وبناء قاعة الندوات جديدة خارج الملعب وتهيئة الملعب من الداخل بالكامل، وإضافة العديد من التعديلات على التصميم الداخلي للملعب. يعني ترقع، ما كاين حتى شي حاجة لأشغال كبيرة، ففقط هادشي اللي كنا قلناه في الفيديوهات السابقة كيتكرر. يعني أشغال خفيفة، سدينا عليهم الملعب، يعني شردنا الفراقي، وفي الأخير ما عرفت اش غيكون في هذا الملعب اللي كأنه فيه لعنة الله أعلم. ولكن هذا الملعب تخسرت عليه بزاف ديال الفلوس. فما عرفتش انا هاد المجالس وهاد الناس اللي في الدار البيضاء يعني واش ما كيهضروش، واش هاد الشيء مباح في هذه المدينة؟ الله أعلم. إذن هذه هي آخر أشغال ملعب محمد الخامس، ونحن في تتبع لهذا الملعب، لأنه ملعب كيهم فراقي كبيرة اللي كتمثل المغرب كامل، وماشي فقط مدينة الدار البيضاء، المدينة الكبرى في المغرب اللي كتمثلنا جميعا. إذن هذا الشيء اللي عندنا في هذا الفيديو الإخوان الأخوات، واسمحوا لنا.